ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك تحت الفيديو، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه كده معايا كده فرخه مغسوله كويس ونقعتها في الخل والجنزبيل وشويه قرفه علشان الزفاره. بصوا يعني معمول لها المحلول المظبوط. هنبهرها ازاي؟ بصوا معايا كده تلات كده طماطميات كده صغيرين كده، مش حجمهم كبير قوي يعني. ومعايا كده بصلتين وقرن فلفل حامي وقرن فلفل بارد. دي هتكون التتبيله بتاعتي. انا مش عايزاهم يبقوا عصير، لا انا عاوزاهم يبقوا يعني زي كأنك بشراهم بشرة على المبشرة. هديهم يدوب لفة صغيرة على السكينة. وتعالوا نشوف هنحط ايه البهارات بتاعتنا وهنضيف ايه وهنعمل ايه. بس هضربهم كده يدوب ضربة صغيرة بالهاند بلندر وخلاص كده. ايه هيكونوا إيه تمام يعني. طبعا بنحط شوية خل، ولو عندك ليمون حطي ليمون علشان هتحتاجيه يعني لازم عشان الزفارة وكده. شايفين الكبة عملتهم ازاي؟ بشرتهم كده ايه بشرة. هنقول الفرخة بتاعتي واحطها في الطبق وافضي البولة يعني وكده علشان ايه احط فيها التتبيلة وابتدي استخدم ايه التتبيلة بتاعتي، ونشوف هنضيف عليها ايه وهنستخدم ايه فيها. بصوا اول حاجة كده معايا في التتبيلة بصوا شايفين انتوا الاول القوام عامل ازاي. هضيف ملعقة كده من الكزبرة، ملعقة كده من الكمون، ملعقة كده من الفلفل الاسود وبابريكا وكاري وكركم وسبع بهارات. وهنضيف سنة بسيطة من الجنزبيل والقرفة. وهتضيفي لو عندك ملعقة كده من العسل. برضو ضيفي العسل حلو جدا، بيطر الفراخ، بس ما نكترش عشان الفراخ ما تسكرش. وهنضيف توابل توابل فراخ. دي هتكون البهارات بتاعتي. بجد بجد جربوا التتبيلة دي وهتدعوا لي، بجد تحفة جدا جدا جدا. بس وحطيت رشة كده من الثوم البودر. الثوم البودر ده انا مفرزاه يعني في البيت وكده. بس ولو عندك ورق لورا حطي. طبعا لازم انا نسيت ان انا اضرب الثوم الفريش يعني في الكبه مع البصل والطماطم، فقطعتها بالشكل ده على يعني ايه على بالسكينه على ايدي. هقلب كل التتبيله دي، وعايزه اقول لكم هنا شموا الريحه بجد بجد عظمه. تحفه 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 تحفه. شايفين اصلا لون التتبيله عامل ازاي؟ همسك الفراخ بتاعتي بعد كده وابتدي كده احشي من تحت الجلد وكده. طبعا يعني الصدر عشان كبير والفرخه دي كبيره شويه، فبحب كده جدا ان انا افتح كده الصدر عشان التتبيله يعني الصدر يشرب كده كله من التتبيله بتاعتي. وبصوا هنا كنت كده تبلتها كده كلها ودخلتها التلاجة، سبتها لمدة ليلة كاملة. انا عملت الحاجات دي كلها كده بالليل، والصبح بعد كده حطيتها كده في الصينية وهدخلها كده الفرن، اشغل عليها من تحت بس. واول ما يعني احسها كده داخله في السوا هشغل عليها الشواية عشان تاخد لون حلو وجميل. بصوا هنا بوريكم كده شكلها. شايفين بصوا التتبيله مديلها قوام يعني. بصوا كده بجد كان حلو جدا طعمها. ولازم بنحط شويه ميه علشان هم دول اللي هيسووا الفراخ بتاعتي، بس عشان كمان ما تلزقش في الصينيه وكده. وتقدري تحطي بطاطس وبصل ويعني براحتك. يعني عايزه تضيفي رز مع التتبيله دي اللي انت حطاها وتعملي كده بالبخار وكده يستوي برضه هيبقى جميل يعني وكده براحتك. بس وهنا كانت استوت، واول ما شربت الميه بتاعتها طلعتها. وبصوا شكلها عامل ازاي. وعايزه اقول لكم ريحتها بجد كانت تحفه 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 وخفيفه جدا علشان ما فيهاش زيت ولا سمنه، وفي نفس الوقت ريحتها حلوه وطعمها حلو. هنا كنت عملت رز اصفر كده جنبها، وعملت شويه ملوخيه، وعملت طبق سلطه. وده كان شكل الوجبه. كل واحد اديته كده الطبق بتاعه بالشكل ده في كل المكونات. بجد بجد كانت تحفة تحفة تحفة. والفرخة كده مستوية ودايبة دوب. طبعا لو عندك فحم حطي كده واحدة فحم هي لما تيجي تستوي يعني وخلاص كده ولعي فحماية وحطيها وفي الفرن هتدي ريحة الشوي. بس بصراحة هي ريحتها كانت مغطية على أي حاجة يعني. هي مش محتاجة حاجة أصلا.
بصوا كده كان شكل الاكل بتاعي. الملوخية القوام بتاعها كان حلو. تقدري تعملي رز بشعرية جنبها لو مش حابة الرز اللي بالكركم. تقدري تعملي رز حبة حبة، بصوا براحتك. وكان الرز بجد كان مفلفل كده وحلو وحلو حلو. وبس، وده كان الفيديو.